السلام عليكم. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا معلش اتاخرت في تنزيل الفيديو ده، بس الدنيا عندي مكركبه جدا، والشغل والدراسه والدنيا يعني ايه، محتاجه تنظيم. بس النهارده جاي لكم بفيديو مهم جدا، لان ده هو فيديو التقديم على المنحه. ازاي تقدم لمنحه، وانهي موقع تستخدمه، وازاي تلاقي المنحه المناسبه، وازاي تفهم المنحه اللي انت بتقدم عليها دي هتدرس فيها ايه، وعدد السنين، والكلام الجميل ده كله. أم، فتعالى الأول نتفق إن إحنا خلاص في الفيديوهين اللي فاتوا إحنا جهزنا كل الورق اللي محتاجينه، سواء بكالوريوس أو ماستر أو دكتوراه. يعني ده كل الورق، مفيش حاجة تانية هتحتاجها. بعد ما جهزنا الورق ده نستخدمه في إيه؟ في موقع في غاية الأهمية في ألمانيا، هو موقع دات. الموقع ده كنز. كنز ليه بقى؟ لأن هو مجمع لك كل الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه وكورسات اللغة، مجمع لك كل حاجة في ألمانيا. يعني كل حاجة هتحتاجها هي موجودة على الويب سايت ده. طيب تعال نتفق ان استخدامه مش سهل. يعني انت لما تيجي تستخدمه اول مره هيجي لك شوك كده، إيه الويب سايت ده، الدنيا زحمه ليه كده، فالدنيا محتاجه تتبسط لك شويه. فانا جاي النهارده اوريك ازاي تستخدمه، وازاي تبتدي تقدم على المنحه، وازاي تلاقي المنحه المناسبه ليك. فيلا بينا اوريكم ازاي تستخدموا الموقع ده. تمام. دلوقتي عايزين نتعرف على الموقع ده، فهنروح على جوجل هنكتب all student program داد. تمام. هيطلع لنا زي ما احنا شايفين دي الصفحة الرسمية بتاع الداد، عشان لو في أي واحد تانية خلينا نتعامل مع دي أفضل، ودي اللي اتعاملت معاها. فزي احنا شايفين بيقول لك أول حاجة اختار الكورس. هل عاوز باتشلر، ماستر، في بي اتش دي، في لانجوج كورس، في بريب كورس اللي هو السنة التحضيرية. ده أول حاجة الكورس. تاني حاجة عاوز اللغة اللي انت هتدرس بيها، هتدرس بالألماني، بالإنجليزي، إنجليزي وألماني، في لغات تانية. وآخر حاجة الفيلد، في انجينيرنج، في لانجوج، في لو، في حاجات كتير جدا. فخلينا نسرش كأني انا بسرش لنفسي على الكورس اللي انا كنت عامله. فاول حاجه هنختار ماستر ديجري. تاني حاجه نختار انجلش، مثلا انا عاوز ادرس بالانجلش بس، مش انا معيش الماني وعاوز ادرس بالانجلش بس. تمام. بعد كده هنروح انجينيرنج، هندوس على سيرش. هيطلع لنا 385 برنامج. طبعا ده رقم كبير جدا. خلينا متفقين ان انت في الاخر هتصفصف على برنامجين ثلاثه. انا لما جيت قدمت على 3 برامج، انت اتقبلت فيهم، بس كنت عامل حسابي ان لو ما اتقبلتش في واحد في التاني يتقبل فيه، لو ما اتقبلتش في التاني التالت يتقبل فيه. وخلينا متفقين ان برضو الموضوع مكلف، ان انت بتدفع في كل برنامج في حدود 180 يورو حاجه زي كده. طبعا احنا عارفين اليورو دلوقتي واصل ل 50 جنيه ولا اكتر من 50 جنيه. ففي الاخر هتصفصف على 3 برامج. تمام. تمام. فتعال نكمل كده سيرش. انا عاوز اسرش على انرجي انجينيرنج. تمام. طلع لي 349، برضو ده رقم محترم وكبير. تعال نشوف نحاول. انت ممكن برضو تسرش بالسيتي، بس دي انا يعني ما افضلهاش. بس لو واحد عاوز يروح مثلا في مدينة معينة او في ريجن معينة، يقدر يسرش في الحتة دي. بس انت برضو ما تزنقش نفسك، يعني فاهم قصدي، ما تزنقش نفسك. تمام. خلينا نسرش ادق شوية. renewable energy. تمام. في طبعا في انجلش دوت، في مدن كتير هتلاقي رينيوبل، يعني من الحاجات المطلوبة جدا. فانا عاوز الاقي لكم الكورس اللي انا درسته، علشان يبقى سهل اللي انا ابقى عارف اتكلم فيه اسرع، ويبقى الدنيا واضحة فيه اكتر. تمام. تعال نسرش الافضل بالجامعة بتاعتي. انا الجامعة بتاعتي اسمها او تي ها هامبرج. طلع لنا كورسين بس، ده الكورس بتاعي. تمام. خلاص احنا دخلنا على الكورس اللي احنا مثلا شايفينه، او المجال اللي احنا شايفينه. زي ما انا شفته، انا رحت اخترت renewable energy engineer او الجامعه. ايا كان تقدر تسرش بالاثنين. هيطلع لك مثلا في حدود 20 واحد، هتقعد تخش على 20 واحد. هتعمل اكسل لطيف زي ما قلنا قبل كده. في الاكسل ده هتبتدي تصفصف ايه المناسب ليك. تمام. دلوقتي دخلنا على الكورس اللي احنا عاوزينه. تعالى افهمكم بالراحه كده الويب سايت بيبقى شكله عامل ازاي. اول ما تخش على الكورس بيبقى متقسم زي ما احنا شايفين: اوفرول كورس، ديتيلز، الكوست والفاندنج، الريكويرمنتس، والسيرفيس، ومعلومات عن الجامعه. وفي الجنب على اليمين كده الكونتاكتس بتاعت الدكتور او اللي تقدر تتواصل معاه بالجامعه. تمام. دخلنا اوفرول. دلوقتي بص، دي معلومات على الكورس. اول حاجه هو ماستر ديجري. تاني حاجه هو بالانجليزي. كل المواد هو بيقول لك لانجويج كلها بتدرس بالانجليزي. فول تايم، عباره عن 3 سيمسترز بس. ممكن تقدم عليه في الصيف او ترم الشتاء. ايه هو ترم الصيف وترم الشتاء؟ انت في جامعات او في كورسات بتفتح ترمين، صيف وشتاء، وفي جامعات بتفتح ترم واحد بس في الشتاء. فاحنا عاوزين نتكلم في موضوع التوقيت ده في فيديو لوحده، لان التوقيت مهم جدا، مهم جدا.
بيقول لك الستادي والاكزامينشن بيريود من 1 اكتوبر ل 14 فبراير ومن 15 مارس ل 31. انا بقرا معاكم معلومه عشان تبقوا فاهمين. الديدلاين امتى؟ دي معلومه مهمه جدا عشان ما تيجي تقدم ما تسرحش وتلاقي نفسك طاح عليك الترم. بيقول لك عشان الوينتر سيمستر اللي هيفتح في 1 اكتوبر التقديم من 15 ابريل ل 1 6. طيب والترم اللي هيبتدي في شهر 3 اللي هو 15 مارس ده اللي هو السمر سيمستر ده اللي انا جيت عليه، التقديم من 1 نوفمبر ل 1 ديسمبر. فانت لازم ورقك يبقى جاهز ومتشطب ومقدم في الفترة دي من 1 نوفمبر ل 1 ديسمبر، تقدم في الفترة دي. وبعد كده بقى بيبتدي في الديسكريبشن بيقول لك الكورس بيتكلم عن ايه. طبعا الحتة دي لازم تقراها بالتفصيل عشان تبقى فاهم انت هتدرس ايه، ما تخشش حاجة وتقعد تضيع وقت في الاخر تلاقي نفسك بتدرس حاجة مش محببة. ده الاوفرول بتاع الكورس. تعال نخش في الكورس ديتيلز. الكورس ديتيلز بيقول لك بقى انت فعلا هتدرس مواد 1 2 3 4 زي مثلا هنا الهيدروجين تكنولوجي، سولار انرجي، بايو انرجي. ده الكورس ديتيلز وده تقدر تخش على موقع الجامعة تعرف اكتر عن الموضوع ده. بعد كده بيقول لك بقى الكوست اند فاندنج، المصاريف. تمام. بيقول لك اول حاجه تويشن فيه مفيش مصاريف تدفعها للجامعه. طبعا بيبقى فيه مصاريف زي 70 يورو هتلاقيها هتتقال دلوقتي بتبقى اهي، وفي 72 كل ترم مصاريف اداريه، مصاريف تيكت، بيبقى فيه تيكت اللي هو بيخليك تركب مواصلات في المدينه ببلاش. طيب بعد كده بيقول لك بقى كوست اوف ليفنج. عشان تعيش في المدينه دي اللي فيها الجامعه محتاج من 750 ل 900 يورو، دي تعيشك من كويس. انت دلوقتي كل ده من غير سكولارشيب، يعني كل ده من غير منحه. عاوز تقدم على المنحه بقى، هو السطر الاخير ده هو الفاندنج اوبورتونيتي. بيقول لك a few scholarship are available. بمجرد ما تخش على الحته بتاعت السكولارشيب دي تبتدي بقى هنا تقدم على المنحه. فكل اللي فات ده الناس اللي من غير منحه تيجي بقى انت عاوز المنحه تقدم في الحته دي. بعد كده بنخش على السكشن بتاع الريكويرمنت، بنخش المتطلبات اللي الجامعه عاوزاها. فهنا مثلا بيقول لك الاكاديميك ريكويرمنت، بيجي يقول لك بقى الجامعه محتاجه ورق ايه. طبعا دايما او 90% من الجامعات بترميك على يوني اسيست او داب بيرميك على يوني اسيست. هنعمل برضو فيديو موضح لليوني اسيست ده، بس خلينا ايه نخلص موقع داب الاول. تمام. بيقول لك مثلا اللغه المطلوبه ان انت يبقى معاك بي 2 في الانجليش او معاك ايلتس بيمثل هذا الليفل او تويفل او ايا كان الشهادات. بيجي يقول لك برضو تاني الابلكيشن ديدلاين وازاي تسبميت. هنا في شويه سيرفيس اللي انت يعني انت مثلا دلوقتي جاي الجامعه خلاص اتقبلت والحمد لله، بيوفروا لك فكره ان انت تقدم على سكن. هنا هو بيقول لك الاكوموديشن ده اللي انا قدمت عليه ده سكن الجامعه فانت هنا دي الخدمات اللي تبع الجامعه، سواء بقى السكن ان انت ما تيجي بقى هيبقى فيه ويلكم بارتي وهيعرفوك على الجامعه. وبعد كده اخر سيكشن وهو شويه كلام عن الجامعه عشان تعرف الجامعه اكتر. انت بقى عاوز تتواصل مع اي حد تبع الكورس ده زي ما هم سايبين لك كونتاكت كده، بروفيسور فرانك ده البروفيسور اللي ماسك القسم عندي، بيبقى سايب لك الايميل وبيردوا. انا ما بعت رديت. بس انت برضو لازم تخش وتدور اكتر في الكورس كونتنت من موقع الجامعه. ازاي بتخش على موقع الجامعه؟ بتيجي هنا اهو هتلاقيهم سايبين هم الويب سايت بتاع الجامعه. هندوس مثلا على اوتي اهو مثلا ميكانيكال انجينير، دخلك على الويب سايت بتاع اوتي ها، ده الموقع الرسمي. هو طبعا بالالماني، انت بتيجي هنا وتخليه انجليزي وبتيجي بقى تدور على الكورس بتاعك. هو متهيألي هو مدخلك على طول على الكورس. لا مش مدخلك، تعال نشوف اهو. بتيجي هنا احنا البرنامج بتاعنا اسمه انترناشونال انرجي انجينير اهو، انترناشونال انرجي انجينير. بيقول لك بقى نفس التفاصيل اللي احنا قريناها تاني بقى على موقع ده بس بقى بديتيلز اكتر. طبعا مش هقدر اقرا معاكم بس يعني زي ما اقول لكم انتوا بتخشوا تقرا اكتر اهو. هنا تلاقي بس بيقول لك الاوفر اول ابلكيشن بروسيس بتبقى ماشيه ازاي. بتقدم الاول الاوراق، بعد كده اليوني اسيست بيبص عليها، بعد كده بيفصل لك هل انت 180 ساعه ولا 210 ساعه. انت محتاج يبقى الفاينل جريد بتاعك مثلا بما يساوي 2.5 بالجريد الالماني او اقل. المفروض اقل، يعني الجريد الالماني جايب واحد انت الاول على الدفعه، جايب 5 انت ساقط. فهو بيقول لك 2.5 اور بيتر، يعني احسن من 2.5، يعني في حدود مثلا 2 2.1 حاجه احسن من كده يعني. ويقعد يقول لك بقى الريكويرمنتس كلها. فدي الطريقه اللي تستخدموا بيها موقع دات. وعرفتكم فين السكشن بتاع المنح بيبقى فين. عاوزين بقى الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي تستخدموا يون اسيست. يعني خلاص بعد ما اخترتوا الكورس، وخلي بالك البروسيس دي ممكن ان انت عقبال ما تختار الكورسات فيها اسبوع مثلا ان انت تقعد تفصص موقع دات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو عندكم اي سؤال اسالوني في الكومنتس او ابعتوا لي على الانستجرام، برد على الانستجرام. شكرا.